ليه بقيتي بتفكري قبل ما تفرحي؟ ليه أول ما حاجة حلوة تحصل عقلك يدور على المشكلة؟ كأنك مستنية حاجة تحصل تبوظ اللحظة. يمكن لأنك اتعودتي إن الخير ما بيكملش، إن كل فرحة بعدها قلق، وكل راحة بعدها وجع. فبقيتي أول ما تضحكي تراجعي نفسك. وأول ما تحسي إنك مبسوطة يجي صوت جواكي يقول استني، أكيد في حاجة جاية. العقل هنا مش بيبوظ عليكي الفرح، هو بيحاول يحميكي، بيفكرك باللي حصل قبل كده وبيستعد لأسوأ احتمال. بس المشكلة إنك كده بتعيشي القلق مرتين، مرة قبل ما الحاجة تحصل ومرة لو حصلت فعلاً. ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتضيع في النص هي اللحظة الحلوة نفسها. مش كل لحظة حلوة بعدها وجع، وأوقات الفرح ما بيبقاش فخ، بيبقى طبيعي، بس انتي نسيتي إحساسه.